السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبروك لجمهور النادي الأهلي العظيم، وباي باي فريرا، باي باي البروف. أول حاجة يا جماعة لازم طبعا نبارك لجمهور النادي الأهلي النهاردة الفوز 3-0 على نادي الزمالك. 3 مع الرافة طبعا بسبب مجهودات البروف العظيمة في التغييرات. أول حاجة طبعا التشكيلة اللي أنا كنت قايلها امبارح، كل توقعات الحمد لله زي ما قلتها حصلت. الزمالك لعب البروف لعب 4-3-3، أنا قلت هيلعب ب5-3-2 أو 4-3-3. لعب هو ب 4-3-3 وزي الخطه اللي انا التشكيل نفس التشكيله اللي قلتها امبارح، باختلاف انه بدا بعبد الشافي. كنت متوقع عمر جابر اكتر هو يلعب باك شمال على حساب عبد الشافي، لكن هو بدا بعبد الشافي باك شمال. ونفس التلاته في نص الملعب، امام ودونجا والسيسي، وقدامهم مصطفى وزيزو والجزيري. نفس التشكيله اللي كنت متوقعها. الاهلي بقى بامانه كولر عمل حاجه كويسه جدا، ان هو زي ما كنت عايز يعني النهائي يلعب باك يمين قدامه حسين، ما يفرطش في جبهه زي دي. ثم كانوا متالقين الفتره الاخيره، بعيدا عن النهارده ما كانوش نفس التالق، لكن بناء على الفتره الماضيه كانت حاجه كويسه انه بدا بهاني وقدامه حسين الشحات. وخالد عبد الفتاح لعب قلب دفاعه بامانه كان متالق النهارده، وبحييه خالد عبد الفتاح. انا شايفه هو طبعا ديانج خد نجم المباراه، لكن لو خالد عبد الفتاح انا هديها له بسبب انه اول مباراه ليه مع الاهلي. لكن كان فعلا نجم المباراه وكان ديانج يا جماعه، ديانج نجم المباراه وكل مباراه بسبب فيديوهاته القديمه حتى اللي متابعها. انا قلتها قبل كده، ديانج نجم الموسم ده. كل المباريات بيبقى ديانج رقم واحد فيها بالنسبه لي. لاعب ما شاء الله يا جماعه، عليه برجل، على قطع كور، بيحرك، بيلعب كره السهله. بامانه لاعب اوروبي على ارض مصريه، دي الدو ديانج. وهنفتقدوه لان متاكد ان بنسبه 100% ديانج ده مش هيستمر في الدوري المصري. السنه الجايه هتلاقيه في دوري اوروبا وهيتباع بسعر كويس من النادي الاهلي. لعيب يا جماعه، لعيب تقيل، لعيب المفروض هو اللي زي ده يتبنى عليه خطه 4-1-4-1 مستريح. لعيب يشيل لك نص ملعب لوحده. وبرضه لازم نحيي الكابتن حمدي فتحي، طبعا اشترك في هدفين، فلازم هنقول ايه بقى، اشترك في هدفين لازم طبعا حمدي فتحي نحييه طبعا. نبدأ واحدة واحدة. طبعا الشوط الأول كان شوط عقيم، شوط كورته قليلة، الأهلي مستحوذ على الكرة في معظم الشوط، أغلبية الشوط يعني نصه تقريبا. بس الكرة في النص الملعب، الكرة الأهلي بيلعب بيباص الكرة على الأرض، لكن مش شايفين خطورة على مرمى عواد ولا نفس الجانب الآخر. تقريبا هي كانت هجمة هنا وهجمة هنا طول الشوط الأول. الشوط ما كانش فيه كرة نهائي تتكلم فيه، وكان حتى بإجماع المحللين الكلام ده، يعني ما كانش فيه خطورة لا من الأهلي ولا من الزمالك. هي كرة قفشة اللي قلشت لعبها لحمدي فتحي، قلشت راحت محمد فتحي عرضها لقفشه طلعت في السماء. دي كانت الهجمه الوحيده لله. والزمالك كورته اللي هي دونجا، شوط الدونجا اللي طلق فيها محمد الشناوي وطلعها. لكن الشوط الاول كان عقيم ما فيهوش كوره، لحد بقى يا جماعه ما تدخل البروفيسير. اغرب تغيير ممكن تشوفه في حياتك، التغييرين اللي عملهم بعد 10 دقايق من بدايه الشوط الثاني، وده بالنسبه لي هو اللي جاب الفوز للنادي الاهلي. هتتفقوا وتختلفوا معايا، هو التغيير ده بالنسبه لي اللي جاب الفوز، اللي هو تغيير حمزه المسلوسي، اللي تقريبا من اول ما جه الزمالك ده احسن مباراه يلعبها حمزه المسلوسي مع نادي الزمالك. ولو سالت واحد زملكاوي هيقول لك كده. تقريبا البروف بيقول له انا جايبك اللي انا عاند بيك جمهور الزمالك. ازاي انت بتتالق ليه؟ وبيلومه انت ليه بتتالق؟ طب تعالى بقى اطلع بره. ده مطلع حمزه المسلوسي وملعب نقل عبد الغني باك يمين، ولعب عمر جاب النص يعني ونزل طبعا عمرو السيسي ونزل الزناري، طلع عمرو السيسي ونزل الزناري، فلعب الزناري مع حسام عبد المجيد تغيير يعني والله العظيم يا جماعه مدرب ما لا يفقه شيء في الكوره. يعني انت شايف الدنيا ماشيه كويس في الدفاع ومظبوط، انت رايح تلعب ليه في الدفاع؟ انت غيرت مكان اتنين لعيبه، يعني انت طلعت عبد الغني من مركز قلب الدفاع اللي هو كان ماشي والدنيا حلوه فيه، ومطلعه باك يمين ليه؟ انت شفت ايه يعني بناء على انت طلعت محمد عبد الغني باك يمين مكان المسلوسي، ونزلت الزناري اللي كان مشترك في الهدفين اللي جم التاني والتالت كان مشترك فيهم، الاول برضه ليه دور، كله جه من مكان الزناد. ايه الفكره من تغيير زي ده؟ ده حمزه المسوس بيقول لك من اول ما جه الزمالك ده افضل مباراه يلعبها مع الزمالك كانت النهارده. عبد القادر ما كانش طبعا مش في حالته خالص ومش عارف، والدنيا مستوره، انت بتلعب قصاد جبهه فيها علي معلول واحمد عبد القادر والدنيا ماشيه مستور. رايح تعمل تغيير ده في ايه الفكره؟ انك تطلع عبد الغني باك يمين وتنزل الزناري قلب دفاع، ولعبت عمر جابر نص تقريبا ما حدش شافه. وده تقريبا انت تبعت الزمالك النهارده ما حدش حس بيه، انت حتى حس بزيزو يا جماعه النهارده، هو زيزو كان بيلعب اللي كل بيقول لك احسن لاعب في مصر، وانا من يوم انا قلت لكم السنه اللي فاتت كانت حلاوه روح مش اكتر. الدور الثاني بتاع الزمالك شايفين الاهلي بيقع فخدوا دفعه مع الجمهور خدوا الدوري، لكن مش عارف ايه احمد سيد زيزو احسن لاعب في مصر بامانه ايه؟ انا مش فاهم. النهارده حتى زيزو ما كانش ظاهر خالص، وتقريبا تلات ارباع الزمالك لعبت الزمالك. وده والله يا جماعه بعيد عن النتيجه، انا كنت من قبل المباراه من اكتر المباريات اللي انا كنت موقع فيها ان الزمالك مش خايف من وقت ما الواحد مش حامل الحساب للزمالك. تعرف انت خطوره خايف من مين وانت نازل المباراه؟ انت خايف كرة فاول لزيزو، خايف من ايه؟ زيزو في المباريات دي بكل دوره انه يمسك علي معلول، وشوف المباريات القديمه كلها كل دور احمد سيد زيزو بيبقى ماسك علي معلول.
يعني التالق لزيزو ان انت تخلي علي معلول ما يعملش خطوره. ده كان بيبقى التالق لاحمد سيد زيزو طول عمره في ماتشات الزمالك والاهلي. امام عاشور انت ان هو يشوط كوره يروح بكوره مروقه، وكان كله لعب فردي. فانت لكن كلاعب يا جماعه ما في، انت مش عامل حساب لحاجه في نادي الزمالك، لا في جبهه يمنى خطيره عامل لها حساب، مش هتعمل حساب طبعا للمسلوس، ولا هتعمل حساب لعبد الشافي اللي داخل على 40 سنه. فانا كنت شايف ان الاهلي كان يقدر يفوز بنتيجه اكبر من كده بكتير كمان والله، لولا اللي انا على طول خلافاتي انها تغيرات كولر ده انا مش مقتنعش بيها تمام. بعيدا بس الواحد ما يحبش عشان ما يقولش تناكد ده الاهلي فاز ما فاز ثلاثه، لكن والله مباراه زي دي والله الاهلي يفوز فيها سته وطالع. هقول لك خلينا بس نجيبها واحده واحده. ان هو بدايه تغيير مسار المباراه، انتوا زي ما قلت لكم تغيير حمزه المسيس انت تخرج عبد الغني تلعبه باك يمين، ونزل عمر جابر في النص مكان عمرو السيسي، بقى في نص الملعب دونجا وعمر جابر، والثالث بتاعهم اللي هو دونجا وعمر جابر وامام عاشور. دي تغييره قلبت المباراه تماما، بوظت الدفاع. انت لعبت في مركزين، قلب الدفاع نزلت زنان مكان عبد الغني، وطلعت حمزه المسوس، ونزلت خليت امام عاشور باك يمين. ايه الفكره من اللعب في الدفاع ده؟ الدنيا ما ماشيه معاك حلو يعني، انت الدنيا ماشيه مقبوله ومفيش خطوره على مرمى عواد. يعني انت الواحد ما يعمل تغييرين في الدفاع معنى كده ان الاهلي كان جايب جونين ولا حاجه، ده لسه النتيجه كانت 0-0. لو رايح تلعب في الدفاع ليه؟ والله يا جماعه مش عارف انا اقول ده حليل اقول تغيير زي ده، ولا حد تقريبا معظم الاحيان متاكد بعد ما راح يقولوا الكلام ده. ايه الفكره من تغييره زي دي؟ فريق متعادل 0-0 تروح تغير اتنين في الدفاع ليه؟ انا مش فاهمها لحد دلوقتي ولا حد فاهمها. بقول لكم بالمباراه دي اكيد باي باي فريرا، اكيد باي باي بروف. والله انا اكتر واحد زعلان ان البروف ده هيمشي، كان تحت يعني واحد بامانه مخلين الناس واكله عيش بسببه. فانا شايف اكبر المستفيدين من الهزيمه بتاعت النهارده دي والله، اكتر ناس مستفيده هو جمهور الزمالك. ولكن اكتر ناس اللي مضرور بقى في المباراه زي دي بالنسبه لي انا، بعيدا عن سيد نيمار اللي هو خلص عليه بسبب ان كل مره بيخترع له مركز، وجمهور الاهلي. ان جمهور الاهلي احنا هنصبرهم، هنضطر ان احنا نصبر على كابتن مارسيل كولر بسبب طبعا بسبب ان النتيجه 3-0. لكن شايف تغييراته كلها كانت سلبيه، وهنيجي له كولر برضه. فدي بعد التغييرتين اللي هو عملهم على الكوره بقى عرضيه من فداء 60 من حسين الشحات، حمدي فتحي بامانه اللي ولا اروع رماها على صدره عملها بالهيد الكهرباء في الجون الاول. وكهربا بامانه تحيه ليه، راجل بقاله سنه واكتر ما بيلعبش كوره، انه يظهر من الماتش اللي فات يصنع جونين ويحرز جون، والسنه ده الماتش ده هو احرز هدف في ماتش زي القمه طبعا، وده هتديله دفعه قويه. وتبقى امانه يعني هو لعيب كوره جامد، مع ان انا ما كنتش مقتنع ان هو يبدا، يعني ما كنتش ان هو يلعب، بس بامانه تحيه الحاجه الوحيده ممكن احيي عليها كولر. يعني والناس طبعا هتتفق معانا ان هو احرز هدف، الناس لها نتيجه ان هو احرز هدف، فبنقول دي ممكن نحيي عليها كولر. وكان طبيعي انه يبقى اول تغيير للاهلي طبعا كهربا، ده راجل ما بيلعبش اول سنتين، الماتش اللي فات لعب والنهارده لعب 60 دقيقه، كان طبيعي ان هو يبقى اول تغيير للاهلي، ونزل محمد شريف تنزل. يعني ده كان تغيير طبيعي، تنزل بقى شريف تنزل شادي حسين، كان تغيير يعني طبيعي، ننزل راس حربه تاني مكان كهربا، مش هيبقى عليها خلاف دي. جاء بعدها بقى في الدقيقة 74 الهدف الثاني للنادي الأهلي عن طريق محمد شريف، عرضها من محمد هاني، قلشت من كابتن حمدي فتحي مع الزناري. الزناري كان بديها له تاني، بقول لكم نازل ملاش أي هدف من تغيير أو خلص على الزناري طبعا في مباراة زي دي. الزناري كان بصاها تاني جابها في رجل حمدي فتحي، راحت لمحمد شريف لعبها لعبها على يمين محمد عواد، وكمان اي حد كان ممكن يتوقعها انها تروح على شمال عواد، لكن لما لعبها له في القريبه بامانه وكان جون تاني جميل. وده شفناه رفع رقم 50، والهدف 50 ليه مع النادي الاهلي. وطبعا ان شاء الله الهدف ده بدافع لمحمد شريف في المباريات اللي جايه بعد ما، وناس طبعا كلنا كنا جايين طبعا على محمد شريف، وده غصب عننا كلنا لانه كان اداؤه كان وحش كلها معظم المباريات اللي ماضيه، يعني كله بيشوف شريف، كنا متفقين ان هو كان اداؤه سيء. لكن ان شاء الله النهارده يبني عليه بقى شريف ويدوس على نفسه، ويرجع محمد شريف اللي كنا شايفينه اول سنه هداف الدوري. جه بعد الهدف الدوري 74 عمل بقى كابتن فيريرا تغييراته التقليديه، طلع اتنين اللي هو طلع سيف الجزيري ومصطفى شلبي، قام نزل مكان سيف الجزيري يوسف اسامه مركز بمركز نفس المركز، وطلع مصطفى شلبي ونزل شيكابالا اللي ما حدش بقى طبعا حس بيه، مش انا لوحدي، مش حاسس طبعا بشيكابالا تغييره ولا لها اي يعني ولا لها اي معنى. انت راجل مغلوب، طلعت مركز غيرت، طلعت اتنين نزلت اتنين في نفس المركز، وعندك لسه سايب لي دونجا وملاعب عمر جابر وملاعب امام عاشور ثلاثه، مع انه بامانه تحيه بالمناسبه تحيه لامام عاشور. امام عاشور النهارده ادى مباراه كويسه، شوف كان الوحيد اللي بيأدي في الزمالك في روح وخلاص، لكن هو كله فردي، هو بطبيعه الزمالك اصلا لعبه على طول فرد. بس نحيي امام عاشور كان في روح رغم انه لعبه فرد، بس في روح تحس اللعيب كان عايز يعمل حاجه. ان الجانب الاخر بقى كان في نفس الدقيقه تغيير مروان عطيه وطاهر نزلوا مكان قفشه وحسين. ايه الفكره في التغيير يا عم كولر؟ انت راجل دلوقتي فاز 2-0 والزمالك تايه في الملعب، يعني الزمالك انت شايفه مش موجود في الملعب نهائي.
دوس اكتر. وقت الثالث والرابع زي ما معظم المدربين الفاهمين ما بيتعمل. ايه الفكره؟ انت تنزل تطلع قفشه وتنزل مروان عطيه وتطلع حسين. انت ما تطلع بدري اللي مش موجود من اول المباراه مش موجود اصلا من اول المباراه. طلع حتى قفشه ونزل، طلع وسيب حسين في الملعب، كنت طلعت عبد القادر ونزلت طاهر، ده هيتبلع شويه. لكن ايه الفكره من مروان مكان قفشه؟ انت ليه تلعب ماتش زي وانت الزمالك مش موجود في الملعب؟ ليه تلعب بديانج وحمد ومروان عطيه؟ وبعدها في الاخر عامل تغيير في الاخر اغرب، طلع عبد القادر وجا منزل احمد نبيل كوكا. ليه اربعه؟ ليه ده كله نص في نص الدفاع يا عم كولر؟ ليه سيب في الاخر لعب في الاخر خالص بالطاهر ومحمد شريف ولعب باربعه نص دفاع؟ ده ليه؟ انت الزمالك مش موجود في الملعب، انت ليه ترجع لعيبه لورا؟ ليه ما تجيب الثالث والرابع والخامس وتلعب وتمسك كوره على الزمالك؟ يعني انت اللي خليت كان في الاهلي كان فيديو يفوز 5 و6، انت ليه انت حبست اللعيبه؟ اللي انت شايف اللعيبه الاهلي ماسك كوره؟ ليه بتلعب اربعه نص دفاع زي ما قلت لكم؟ ديانج وحمدي فتحي ومروان عطيه واحمد نبيل كوك. ليه ده كله يعني انت شايف ايه في الزمالك؟ ده مش موجود النهارده، مش موجود في معنى. انت المفروض تدوس اكتر، تطلع لعيب من نص الدفاع ونزل مهاجم ونزل الضاوي اللي يكسب ثقه في مباراه زي دي، في مباراه قمه. كان فرصه اللاعب زي الضاوي انه يبدع فيها ويبقى مولد نجم. ليه التغييرات؟ انا بقول لكم تغييرات كولر رغم فوز الاهلي 3-0 كان تغييرات غريبه. لما هو موسيماني كان بيفوز 5 يا جماعه الزمالك، طول عمر الاهلي بيفوز على الزمالك. ومن انت الزمالك ده من في الالفيه الجديده فاز كام مباراه سنه على الاهلي؟ يعني تقريبا من جيل ابو تريكه لحد النهارده احسب كام مباراه الزمالك فاز فيها في الاهلي على الدوري. تمام مش هيتعدى مباراه ومباراتين يا جماعه، ممكن مرتين او ثلاثه والله ما هيتعدوا انا متاكد. شوفوا الاحصائيه. طبيعي ان الاهلي بيفوز. سيبك ما فاز على الزمالك 5 وفاز 3. محمد شريف برضه لما كان جاب جونين، محمد شريف كعبه عالي على نادي الزمالك. يعني طول عمرنا بنفوزوا بسكور على الزمالك، فناش يعني بس الفوز ما يتنسبش لكولر. انا بالنسبه لي كولر برضه نفس كل مباراه هتنه مصمم على رايي. ودي النتيجه انا شايفها خداعه للنادي الاهلي، لان الاهلي طبيعي يكسب نادي الزمالك تحت اي ظروف. وطول عمرنا بنكسب الزمالك، ايه الجديد النهارده؟ لكن تغييرات انا شايفها على طول غلط. ليه تلعب 4 نص؟ انت الراجل ماسك كوره على الزمالك والزمالك مش تايه في الملعب، مفيش كوره اساسا. ليه تلعب؟ ليه ترجع لعيبه لورا؟ لما تسيب قفشه في الملعب وطلع لعيبه من نص الدفاع وزود هجومك. الزمالك مش موجود في الملعب. فده تغييران رغم تغيير فوز الاهلي بثلاثيه وتألق النهارده بعض اللعيبه على راسهم يا جماعه اليو ديانج. انا عايز احيي بعض اللعيبه كده بقى قبل ما انهي الفيديو. لازم في كام لعيب كده يا جماعه يتحيى بامان، على راسهم اليو ديانج في المباراه. اليو ديانج النهارده السنه دي على فكره نجم الموسم يا جماعه. كل مباراه بقول لكم ديانج نجم المباراه، والنهارده خدها بالفعل نجم المباراه ويستحقها. وديانج مش نجم المباراه بس، ديانج نجم الموسم للنادي الاهلي. لاعب ستايل اوروبي على ارض مصريه اليو ديانج، ربنا يبعد عنه العين الحسد اول حاجه. اللاعب الثاني لازم احييه طبعا خالد عبد الفتاح يا جماعه. انا اكتر واحد كنت مش على انه يجي النادي الاهلي، كنت مختلف ان الصفقه دي تيجي النادي الاهلي. وانا طبعا برضو ده ما غيرتش رايي. الراجل كان جاي على انه باك يمين ظهير ايمن وما لعبهاش عشان انتوا هنحكموا عليه في الظهير ايمن، لاعب قلب دفاع بس. انا في قلب الدفاع اداه كويس. وانا قلت لكم مش لاعب هجوم اكبر انه ولا حتى في مركز، هو يلعب قلب دفاع. انا شايفه اداه كويس وكان النهارده من نجوم المباراه، ما غلطش ولا غلطه. رامي ربيعه الحمد لله ربنا سترها وما كانش عليه شغل برضه معلش ما ندوش برضه زي ما نجوش عليه ولا ندولهم اكتر من التالق اللي هم خدوه. يعني رامي ربيعه ما كانش عليه شغل النهارده اللي هو ولا خالد عبد الفتاح قد كده بسبب فريرا تغيير بقول لك طريقه عقيمه. بيلعب كله لعب فردي. يعني سيف الجزيرة ده انا شايفه بيتخانق والناس هتصدمه في نادي الزمالك. ده اي فرود في العالم يا جماعه بيلعب مكان سيف الجزيرة في مباراه زي دي. انت بتلعب واحد في وسط اتنين، هو الكور كلها طويله خبط في المدافعين، لكن ما فيش كوره بتروح نلعب كوره عشان تختبر سيف الجزيرة. واي مهاجم مكانه مش هيعمل حاجه بسبب البروف اللي انا بقول لكم. باي باي بروف. وده اكبر خساره للنادي الاهلي، ان البروفيسور هيمشي وكولر هيكمل معانا، لان كولر تغييراته بقول لكم برده غلط النهارده. انت راجل تغييراتك بقول لك راجل فاز 2-0 والزمالك مش موجود في الملعب، راح طلع قفشه وتنزل مروان عطيه. ايه الفكره من التغيير زي دي؟ ما تفهمش. حسين الشحات اللي الفتره دي يا جماعه احلى فتره حسين الشحات من ساعه ما لعب في الاهلي، مطلعه وسايب احمد عبد القادر اللي اسوء مباراه اللي على الاهلي. اسوء مباراه اللي مع الاهلي كان النهارده احمد عبد القادر. مفيش كوره واحده لعبها حلوه الواحد يفتكرها له طول المباراه. ورغم ذلك بقول لكم الاهلي فاز النهارده 3-0 اهو. يعني تخيل التغييرات كانت طبيعيه حصلت، التشكيله صح، التغييرات صح، والله الاهلي يكسب النهارده فرق سكور يجيب 6. النتيجه تخيل كان الاهلي ممكن يكررها النهارده. لكن انا مصمم ان كولر هو اللي ما بيساعدش الاهلي ان هو يظهر بشكل احسن من اللي هو بيظهر منه. ناس هتقول لك انه فاز 3، بقول لكم تاني الاهلي طول عمره بيفوز على الزمالك بقاله فتره. السنه اللي فاتت ما فاز 5 على الزمالك وفاز 3 مع محمد شريف احرز هدفين في مباراه. طول عمرنا بنكسب الزمالك، ده الطبيعي. طول ما الاهلي واقف على رجله بيكسب الزمالك. وامتى الزمالك كسب الاهلي؟ من ساعه ما شفنا كوره من جيل ابو تريكه لحد النهارده، من 2005 النهارده في 2023 كسب مرتين في كاس ولا مرتين في دوري. طبيعي الاهلي يكسب الزمالك. لكن انت شايف فريق الزمالك واقع واللعيبه مش موجوده كلها في الملعب. حد شاف زيزو يا جماعه النهارده؟ الراجل بيقول لك اهزمني، هنطلع بغير التغيير في الدفاع وهو متعادل.
انت مفيش خطوره على مرمى الزمالك، راح تعمل تغييرين في الدفاع ليه؟ الراجل اللي يعمل تغييرين في الدفاع ده يكون واحد شايف الدفاع مشروخ، الاهلي مش ملاحقين على الهجمات، فيعمل تغيير في الدفاع. لكن الراجل بيعمل لك تغييرتين في الدفاع، هو بيقول لك اهزمني. انت رايح، انت اللعيبه اتدمرت اساسا بعد عبد الغني، تشوف وش تعبيرات وشه بعد التغييرات دي وهو بيلعب ظهير، ما تحس والله ان هو عايز يطلع يضرب البروفيسيه. انت بتعمل ايه؟ انت ليه الامانه تاني هنلعب انا ظهير ايمن؟ انت بتخلص على الفرقه، هو اللي خلص على الفرقه، وكله لازم يتفق كده ان البروفيسور هو اللي خلص على الزمالك. لكن كولر تغييراته انا مصمم انها غلط، انه خصوصا طلوع قفشه ونزول مروان عطيه. ايه الفكره من تغيير زي ده؟ انا مش فاهم. لكن رغم ذلك انا بقول لكم تاني مبروك للنادي الاهلي الثلاث نقط، وتاني ديانج لاعب اوروبا على ارض مصريه. ومع ديانج افضل نهايه ان انا انهي بها هو اليو ديانج. ومع اليو ديانج السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.